السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهارده هنعمل مع بعض القرص بالسمسم، قرص طرية بس من غير حليب، هنعملها بالمَيّة بالنسبة للناس اللي بتحب إن هي تعجن بالمَيّة. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يالّا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا إيه. أول حاجة أنا جِبت الطبق اللي هاعجن فيه، هاحط فيه حوالي كوبايتين ونُص من المَيّة الدافية، بس أنا يعني حاطة حوالي 3 كوبايات، هاخلّي نُص كوباية بس كده جنبي علشان خاطر نعجن بيها لو العجين بتاعنا احتاج للنُص كوباية، فمبدئيًا كده هتحطي كوبايتين ونُص من المَيّة الدافية، وبعد كده هتنزلي عليهم ب4 معالق كبيرة من السكر الحبيبات، معلقة كبيرة من بتاعة الأكل. بعد كده هتنزلي عليهم بمعلقة ونُص كبيرة من الخميرة الفورية، وعليهم 3 معالق من الحليب اللي هو البودر، تمام، بيدّي للعجينة بتاعتِك هشاشة وبيخلّي طعمها حلو. هننزل بباكيت كده من الفانيليا اللي هو الصغير ده، وهنقلّب المكونات دي كلّها مع بعضها كويس جدًا، وبعد كده هنبتدي إن إحنا ننزل عليهم بنُص كوباية من السمنة، أو سمنة على زيت، يعني ربع سمنة وربع زيت، أنا حاطة ربع سمنة وربع زيت، عايزة تخلّيها سمنة خالص ماشي، عايزة تخلّيها ربع وربع يبقى ما فيش أي مشكلة زي ما أنا عاملة كده بالضبط. هندوب بقى المكونات مع بعضها كويس جدًا، ومعايا هنا نُص معلقة من الملح، نُص معلقة صغيرة من الملح هنبتدي نحطها على كيلو من الدقيق، وهنقلّبها وبعد كده هنبتدي إن إحنا ننزل بالمواد الجافة على المواد السايلة بتاعتنا. وهنبدأ بقى إن إحنا نلِم المكونات دي كلّها كده مع بعضها كويس جدًا، لحد ما نشوف العجينة بتاعتنا بقى هل هي محتاجة مَيّة والّا مش محتاجة، لو محتاجة هنبتدي إن إحنا نحط لها آآ مش محتاجة يبقى خلاص. فأنا هنا العجينة بتاعتي كانت محتاجة، فابتديت إن أنا أزوّد لها مَيّة كده وأعجن، ابتديت إن أنا أزوّد واحدة، واحدة وأعجن، لحد ما اتبقى معايا حوالي ربع كوباية من المَيّة. فلمّا نزّلت العجينة على الرخامة، يعني ابتديت إن أنا أنزّلها علشان أعجنها كويس أوي، ابتديت إن أنا أستخدم الربع كوباية اللي فاضلة، شايفين العجينة عاملة إزاي؟ ما شاء الله عجينة حلوة أوي، طرية كده وتحسّي إن هي بتلزّق في إيديكِ، هي دي المطلوب بتاعنا، تمام؟ امشي ورا الدقيق بتاعِك، احتاج ماشي، ما احتاجش خلاص. هابتدي بقى إن أنا أعجن فيها كده واحدة، واحدة، وأنا باعجنها باحس إن هي نشفت تحت إيدي، لإن طبعًا كل ما بتعجني العجينة بنبقى محتاجين إن إحنا نكوّن ليها عرق، علشان خاطر المعجنات بتاعتنا تنجح معانا أو القُرَص بتاعتنا. ابتديت بقى إن أنا أحط لها الربع كوباية مَيّة اللي فاضلة، وابتديت إن أنا أعجن فيها حوالي 10 دقايق. وبعدين رشيت رشة كده من الزيت خفيفة خالص، وبعدين ابتديت إن أنا ألِم بيها العجينة، وهاوريكِ قوام العجينة دلوقتي عامل إزاي. قوام طري، وكل ما بتعجني العجينة بتاعتِك أكتر كل ما بتدّيكِ نتيجة أكتر، تمام، يعني كمان لو عجنتيها في العجان هتدّيكِ نتيجة أحلى من كده كمان، وممكن تعجنيها على إيدِك أكتر برضه من كده، العجينة طرية فيها تلزيقة خفيفة خالص، هو ده المطلوب بتاعنا النهارده. هنبتدي بقى إن إحنا نحطها في الطبق وهنسيبها تخمر، بس وأنتِ حاطاها في الطبق لازم تكوني مغطياها كويس أوي. أنا باغطيها بكيس كده نضيف من كيس التلاجة، وعليها من فوقيها كده فوطة، ورجعت لها بعد حوالي نُص ساعة، تمام، بس وهي بتخمر بقى ابتديت إن أنا أحضّر العجوة بتاعتي. جِبت نُص كيلو من العجوة، وحطيت عليه معلقتين من السمسم، ومعلقة من السمنة أو معلقة من الزبدة، وابتديت إن أنا أعجن العجوة دي كويس أوي وأكوّرها. فأنا هنا كنت عاملة كل قرصة 25 جرام، يعني حوالي 25 جرام، تمام، فالعجوة عملتها كل واحدة 5 جرام مش أكتر من كده. يعني لو أنتِ بقى بتحبي العجوة كتير ابتدي إن أنتِ كبّري حتّة العجوة بتاعتِك، ما بتحبيهاش كتيرة وسط كده اعمليها 5 جرام، ده لو أنتِ هتمشي على الميزان وهتمشي نفس الخطوات اللي أنا مشيتها النهارده. طبعًا الحجم ده والحجم ده في إيديكِ واعملي اللي أنتِ عايزاه. جيت هنا بقى للعجينة وابتديت إن أنا أفضّي الخُمر بتاعها، وابتديت إن أنا أعملها قُرَص بالشكل ده. شايفين العجينة ما شاء الله فيها عرق حلو أوي، ناعمة كده تحسّي إن هي ناعمة تحت إيدِك وأنتِ بتشتغلي بيها. هتبتدي بقى كل واحدة تعمليها بالحجم ده أو 25 جرام لو أنتِ هتشتغلي بالميزان زي ما أنا قُلت، طلّعت معايا حوالي 74 قُرصة أو 75 قُرصة تقريبًا في الحدود دي.
بدأت أجيب كوباية من السمسم المحمص وحطيت عليها معلقة كبيرة كده من السكر مليانة، وابتديت إن أنا أديها حوالي معلقتين من الزيت، وهنقلبها كويس أوي علشان خاطر السمسم يلزق في القرصة. تمام كده، تمام وزي الفل. هنبتدي بقى نشتغل بقى ونجيب بعد ما ارتاحت حوالي 10 دقايق ابتديت أجيب أول كورة أنا اشتغلت فيها، أول كورة خالص بتكون بقى ارتاحت، وبعدين بنجيب العجوة نبططها كده ونبتدي إن إحنا نحطها في القرصة ونقفل عليها كويس أوي من تحت، وبعدين نحطها في السمسم ونديها تبطيطة خفيفة أوي، تضغطي عليها ضغطة خفيفة أوي، وبعد كده بتبتدي إن انتِ تدهنيها في الصاج اللي هو مدهون دهنة خفيفة أوي من الزيت، وما بين كل قرصة والتانية بتبعدي المسافة شوية. تمام كده. أنا هنا بقى كنت خدت حاجتي كلها وطلعت برّه، مش في المطبخ علشان خاطر الكمية كانت كبيرة، فابتديت إن أنا أعمل بقى زي ما أنتم شايفين كده، كل حوالي 5 أو 6 قرص باقوم جاية حاشياهم وحاطاهم جنبي كده بالشكل ده، وبعدين باقوم جاية حاطاهم في السمسم ومبططاهم مرة واحدة. يعني التشكيل ده ما بياخدش معاكِ وقت خالص، لو أنتِ بقى هتشتغلي التشكيل ده في منتهى السهولة، ما فيش أحلى ولا أسهل من كده. ابتديت بقى إن أنا أخلّصهم وأحطهم في السمسم وأرصهم في الصاج، بس لاحظي إن ما وأنتِ شغالة في الصاج لازم تبعّدي المسافات علشان خاطر القرص بتاعتنا بتخمر، وعلشان ما تلزقش في بعضها. تمام كده وزي الفل. هنا بقى دي الكمية اللي أنا خلّصتها كلّها، على ما خلّصت الكمية كلّها كان أول صاج بتاعي ده خمر حمر كامل، ابتديت بقى إن أنا أسخّن الفرن كويس أوي، إن أنا أحط أول صاج معاه، عملت معايا 3 صِجان والصينية الصغيّرة اللي أنتِ شايفاها دي. هابتدي بقى الصاج الأولاني ده أدخّله، وبعد ما دخّلته الفرن ابتديت إن أنا أطلّعه كده، وبتدّيه بالبخاخة بتاعة المَيّة، بتدّيه رشّة كده من المَيّة، وبعد كده بتبتدي إن أنتِ تغطّيه بفوطة، ومن فوق الفوطة كيس، وبتسيبيه حوالي دقيقتين 3 كده بيرُد من حرارة الفرن، والقرص بتاعتِك بتبقى طرية أوي معاكِ، بتبقى طرية جدًا، جدًا. يعني الحركة دي حلوة أوي، أوي لكل المعجنات اللي إحنا بنعملها. ابتديت بقى إن أنا أغطّيها وخلّصت الكمية بتاعتي كلّها. التسوية إزاي؟ بتسخّني الفرن بتاعِك على درجة حرارة 200، بتحطّي القرص بتاعتِك علشان صغيّرة بتحطّيها من تاني رف من تحت على الشبكة، على الشبكة مش على الصاجة، هنحط الشبكة كده في تاني رف من تحت، وهنبتدي إن إحنا نشغّل الفرن طبعًا سُخن زي ما إحنا قُلنا، وهنبتدي إن إحنا نحطها. أول ما بتاخد لون معاكِ من تحت كده وتلوّن، بتبتدي إن أنتِ على طول تولّعي الشواية تدّيها وِش من فوق وبعدين بتطفي عليها. تمام كده وزي الفل. التسوية بتاعتها سهلة جدًا، ما تغيّبيهاش في الفرن أوي علشان خاطر ما تنشفش معاكِ، كل ما الحاجة بتبقى صغيّرة معاكِ كل ما تسويتها بتبقى أقل. شايفين القرص ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا وطرية، وعايزة أقول لِك العجينة دي تحفة جدًا، جدًا، هتجرّبيها وإن شاء الله هتنجح معاكِ، بس أهم حاجة في العجينة بتاعتنا إن إحنا نخدمها كويس أوي، أوي. العجينة أهم حاجة فيها الخدمة، كل ما هتعجني فيها كل ما هتديكِ نتيجة كويسة ونتيجة ممتازة بصراحة. عايزة أقول لِك هنا لو أول مرّة تشوفي القناة بتاعتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، ولو لسه ما حطيتيش لايك للفيديو انزلي وحطي لايك وسيبي تعليق من إيديكِ الحلوين. ابتديت بقى بعد ما هديت وبردت خالص، ابتديت إن أنا أحطها في أكياس زي ما أنتم شايفين كده، وعلى طول على الفريزر. قبل الأكل بقى بنُص ساعة بتبتدي إن أنتِ تطلّعي منها. أنا صورت لكم برضه تاني يوم لمّا طلّعتها بعد ما طلّعتها بنُص ساعة كده كان شكلها عامل إزاي. كيلو دقيق عمل كمية محترمة ما شاء الله. تاني يوم بقى طلّعت كيس كده من الفريزر وسِبته إن هو يفُك خالص، خالص، وبعد كده ابتديت إن أنا أورّيه لِك بالشكل ده. شايفين من غير تسخين من غير أي حاجة، ما شاء الله العجينة تحفة، تحفة، تحفة. إن شاء الله هاسيب لِك المقادير كلّها في صندوق الوصف، هو سهم صغير جنب العنوان هتضغطي عليه هتلاقي المقادير اللي أنا استعملتها النهارده. وإن شاء الله بقى أشوفكم في وصفة جديدة على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.